السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة فصلي على حبيبي وشفيعي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل ايه النهاردة مع بعض؟ هنعمل كوكيز. قاعدة زهقانة بقى، ولادك نفسهم ياكلوا حاجة حلوة. هنعمل الكوكيز مع بعض بطريقة سهلة ومش هياخد مننا نص ساعة. يعني العجن وان انت تحطيه في الفرن مش هياخد نص ساعة. المكونات ايه مع بعض كده؟ 2 كوباية ونص من الدقيق هننخله، وبيضتين، ونص كوباية كاكاو خام لو المج كبير، لو المج الصغير يبقى كوباية. كوباية سمنة سايحة، كوبايتين سكر، بيكنج باودر، وفانيليا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننخل الدقيق. بصي هننخل الدقيق. بصي دي طريقة حلوة ان انخل الدقيق، مش هتبهدل معاكي الدقيق ولا حاجة. نعمل الكوباية كده اهوت وهننخل بالكوباية. الدقيق ولا هيتبهدل معاكي ولا هتلاقيه في الجنب ده ولا في الجنب ده. بصي يلا هنعمل الباقي اهو. هنخل الدقيق وارجع لكم. كده انا حطيت الدقيق اللي اتنخل على جنب. هحط بقى كوبايتين السكر. طبعا انت لو هتعملي كميه اقل قللي السكر. حطي كوبايتين السكر مع كوبايه السمنه. هنقلبهم لمده 5 دقايق لحد لما يدوبوا مع بعض. تمام، هقلبهم بقى كده وارجع لكم. طبعا احنا بنقلبه اهوت. طبعا انت لو عندك مضرب كهرباء ممكن تعملي بيه، بس بلاش يعني الخلاط. انت لو عندك المضرب الكهرباء دوت هتعملي بيه لمده 5 دقايق اهو كده. انا طبعا عندي المضرب بس بعمل بايدي عشان خاطر اللي ما عندهاش تعرف هي يعني المده وشكلها يبقى ايه. بس هو طبعا بالمضرب بيبقى افضل بكتير. بصوا شكله دلوقتي بقى عامل ازاي اهو. كده هنعمل ايه؟ هنحط عليه الاتنين بيضه، عليهم نص معلقه فانيليا. نص معلقه فانيليا صغيره. تمام كده اهوت. حطينا البيض مع الفانيليا. هنبتدي بردك نقلبهم 5 دقايق تاني. يبقى كده اجمالي اللي احنا ضربناهم فيها 10 دقايق. 5 بنضربهم مع السمنه، السكر مع السمنه، و5 مع البيض. كده نضرب كده جامد. ماشي جامد لمده 5 دقايق. كده نحط بقى المكونات دي. نحط الاول الدقيق اهوت اللي نخلناه، نحط عليه معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره، ونحط عليها السكر مع البيض مع السمنه اهو. وهنحط عليها الكاكاو بتاعنا، وهنقلبهم بقى كويس. بصوا هنقلب كده، مش هنقلب جامد بقى زي العجين، لا هنقلبها بالراحه كده. احنا يا دوبك عايزين يبقوا متماسكين في بعض مش عجينه. تمام بصوا يا حبايبي بعد ما اتعملت اهي. بصوا يا حبايبي اهيت اهي. هنبتدي بقى نكورها ونحطها في الصينيه. بصوا يا حبايبي احنا كده كورناها، نحطها بقى في الصينيه. طبعا احنا هنعملها حته صغيره عشان خاطر الكوكيز بيفرش معانا في الصينيه. تمام نكور بقى بقيه الصينيه اهي. اعمليها كده عشان تضغطيها مع بعض اهي. اهي كوري بقى المقاس اللي انت عايزاه. تمام وتحطيها في الصينيه كده. هكملها بقى وارجع لكم. صح يا حبايبي احنا خلصنا الكميه بتاعتنا اهي. اهي عملوا 4 ثواني معانا اهوت، يعني اوصل برضو. في بقى عشان نحط الشوكليت ديت هنحط ايه؟ يا اما نحطها كده، نمسكها كده اهي، ونضغطها كده اهي معانا، يا اما تاخديها تحطيها بقى واحده واحده كده. انا عن نفسي بقى هاخدها كده اهوت واروح غرزها في الطبق كده اهو اهي. كملها بقى وارجع لكم. بصوا يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن اهيت اهي اهي. بصوا اهي اهيت. بردت اهي.
حلوة جدا اهي. كوبايتين الدقيق عملوا معانا كمية حلوة اهي، ولسه في واحدة في الفرن. طبعا احنا عرفنا المقادير. طبعا انت لو مش بتحبي الحاجة المسكرة تحطي كوباية واحدة من السكر بس. واهم حاجة في ان هي تطلع معاكي كويسة، تطلع معاكي كده هي ومش مشققة ولا حاجة، ان انت تضربي السكر كويس قوي علشان ما تشققش معاكي. ما تنسيش تدعميني بقى، كومنت حلو، شير ولايك. مع السلامة يا حبيبتي.